السلام عليكم خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ اش خباركم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. هذا غادي نتكلم عن الخرجه اللي خرج هذا الفلسطيني، هو اللي سب المغاربه، هو وبنته، وما خلاو في المغاربه غير اللي نساو، لا هو ولا ولده ولا مراته المغربيه اللي ما كتشرفناش حتى هي كمغربيه. كان عليها تجيها النفس على بلادها ولا ولاد بلادها وتحاول تهدر مع راجلها باش يعرف شنو كيخرج على فمه، ولكن هي ما دارتش هكاك، بل بالعكس خرجات كتقول له عطي لمهم وزيد زعما سبهم وزيد خرج عينيك فيهم. المهم خرج بواحد الفيديو قال لك كيوضح لي انه هو السيد ما باغيش زعما يعتذر، بحال حنايا كنسينو الاعتذار ديالو، حتى حنا ما كنسينوش الاعتذار ديالك. فمزيان اني فهمتي راسك وبغيتي تمشي بحالاتك. قال لك بنته غادي تمشي قبل منه، وهذا هو غادي يقلب يشوف البلد اللي غادي تستقبله. دابا نتايا مباغيش ترجع لبلادك ياك، وكتقلب على شي بلاد اللي تستقبلك، فلاش عليك هاد الروينه هادي كامله وداير فيها هذاك التكبر وديك العجرفه كامله؟ علاش؟ نهار غلطات بنتك كان عليك انت تخرج ودير فيها مول العقل، وتخرج تعتذر للمغاربه وتقول لهم انا ما بنتي غلطات هذه صافي عادي، والله ما كنا غنزيدو معاك هضره وحده اخرى. ولكن نتايا درتي في هذاك السي الاباندا المفرعن، فجبتيها في ضلوعك، ماشي جبتيها فينا حنايا. خارج كيقول علينا قال لك حنايا زعما مغاربه حقارين، حقرنا عليه. والله ما حقر عليك شي واحد، انت اللي حقرتي على راسك، وانت اللي جبتي هاد المشاكل كامله لراسك. بنتك نهار دارت اللايف فاش خرج السيد، فاش بدا كيهضر مع هذاك السيد، صافي شافت التعليق ديالو ما عجبهاش، كان عليها ما تجاوبوش. فهمتي؟ كان عليها ما تجاوبوش او تبلوكيه باش ما تطيحش في ديك الروينه كامله. ولكن لا، ديك المتكبره، ديك المتعجرفه ديال بنتك كانت حاقده على المغرب وتنتا. بلا ما نخبيوش الشمس بالغربال، نتوما حاقدين على المغرب وما كتحملوش المغرب. لان رجعنا الارشيف ديال القناه ديالك، الماكله ما عجباكم، ديك بنتك ما عجبها حال، نتوما في بلادنا وما عجباكمش، شنو بغيتونا نديروا لكم؟ نخرجوا نبداو نصفقوا لكم دائما؟ راه ما يمكنش. قال لك القنوات الصغيره هي سبب الفتنه. خارجه وباغا طلع على الظهر ديالي. شوف، هذا الموضوع هذا وطني، راه واخا القناه تكون فيها غير ابوني واحد، من حق اي واحد يخرج ويعبر على الوطنيه ديالو. انت مسيتي الوطن ديالنا ومسيتي الشعب المغربي ديالنا وما كبرتيش بينا ونسيتي الخير اللي درنا فيك. قالك انا 14 سنه وانا عايش في المغرب وما كانش كي حسبت لي وما كنتش عارف مع من عايش. لا، انت راك كنتي عايش في المغرب وكنتي عايش احسن من شي وحدين في المغرب. واش في خبارك ولا ما في خباركش؟ كنتي عايش احسن من شي وحدين في المغرب، لان الشعب المغربي مضياف ومول الكرم بالسيف عليك، بغيتي ولا ما بغيتيش. خاطر كيقول لك انا كان كيحسبت لي انا في الشعب مضياف ومكرم وكيبغي فلسطين. كنبغيو فلسطين، حنا ما كنقولوش ما كنبغيوش فلسطين، ولكن اللي كيحترمنا ما يمكنش تجي تجلس في بلادنا وفي وسطنا وفي وسط منا وتعايرنا وتسبنا وما تخلي ما تقول فينا وتقول لنا وتبغي وخصنا نسكتو. الا سكتنا ليك انت غيجي واحد اخر وغيدير كتار منك. فهمتي ولا ما فهمتيش؟ وحتى كاينين شي فلسطينيين خرجوا وشهدوا فيك، قالوا لك درتي غلط وبنتك دارت غلط وكان عليك تخرج تعتذر فقط. الموضوع كيحتاج اعتذار، ولكن انت مكبر راسك ودير فيها اباندا فجبتيها في راسك، ما عندنا ما نديرو لك حنايا. فمزيان اني فهمتي راسك وغادي تخوي بحالاتك. الماء والشطابه حتى لقى البحر. حنا اللي ما يحترمناش وما يقدرش الشعب ديالنا وما يحترمش التقاليد ديالنا ما عندنا ما نديرو به، لا انت ولا ولادك ولا تريكتك. وجالس كيستعطف المغاربه بواحد الطريقه فنيه، قال لهم انا غادي نصيفط لبنتي وانا عارف كاين تما الاحتلال وزعما الروينه وهادي وتقدر زعما تموت وهادي. كان عليها تسكت. منين نتوما عارفين البلاد ديالكم شنو فيها؟ تبقاش علينا لواء البلاد ديالنا احسن من بلادكم
والبلد ديالنا متطور، تمشي للبلاد ديالها المتطور. هي قالت كتمشي وتورينا البلاد ديالها المتطور. حنا ما بغينا نشوفوا لا التطور ديالهم لا حتى شي حاجه. ياك خرجتي نتايا وكتقول علينا حنا عباد الصهاينه، اسيدي حنا مع الملك ديالنا. حنا ما كنفهموش في داك الشيء الكبار ديال الكبار. هذاك الشيء من حق الملك ديالنا، هو اللي كيتاخذ القرار ديالو في اي حاجه وحنا معاه، ماشي شغل حتى شي واحد، ماشي شغلك. قال لك نتوما سبب الفتنه، ما كاينش اللي دار الفتنه قدك نتايا. مني خرجتي كتقول علينا سالينا من الجزائر وغندوزو لفلسطين، شنو كتقصد هنا؟ شنو هذه؟ ماشي فتنه. حنا ما بيننا وبين الجزائر حتى شي حاجه. حنا الشعب الجزائري اللي كيبغينا راه حتى حنا كنبغيوه، هو اللي ما كيبغيوناش راهم باينين، حتى حنا ما كنبغيوهمش. فهمتي ولا لا؟ انت اللي واحد المفتي كبر ما كتصور. انت اللي باغي دير الفتنه وباغي تخلق الفتنه، اللي خارج كتقول للمغاربه انا راجل عليكم وفي بلادكم. شنو هذا؟ ماشي استفزاز؟ شنو هذا؟ ماشي استفزاز؟ قال لك ايوا يلا انا كان كي حسبت لي انا عارف مع من جالس. اسيدي سير بحالك، مزيان فهمتي راسك، صافي سير بحالك. حنا ما بقينا باغيين لا اعتذار ديالك لا حتى شي حاجه، لانك ما اعتذرتيش في الوقت اللي كان خاصك تعتذر. اما دابا فات الحال. المهم قال لك غادي يخوي البلاد هو وبنته مزيان باش واحد اخر ما يتصرش حتى هو. فهمتي؟ باش واحد اخر ما يتصرش، باش اللي جا لهاد البلاد هادي يحترم. وهذه رساله للمغاربه، اي واحد ما تعطيولوش كتر من القيمه ديالو. الا بغيتي دير الخير ديرو في ولد بلادك، ديرو في بنت بلادك. اما البراني احترمه فقط، ما تاديه ما ياديك، الاحترام. اما تهزو كتر من القياس فوق الراس، راه غيجي واحد الوقت وغادي يطلع لنا فوق الراس كيف ما دار هذا والعائله ديالو. نتعاملوا في حدود، نحترموهم في حدود ويحترمونا. مني يدخل شي واحد لبلادنا يحترم بلادنا بالسيف عليه، ويحترم القوانين ديال بلادنا بالسيف عليه كيف ما بغى يكون. قال هاد الحقيره ديال بنته في الانستغرام حيدات الدرابو ديال المغرب، بحال احنا الدرابو ديال المغرب كنسينوها غير هي تبينوا لنا. حنا كاينين ولادنا الحمد لله اللي هزوه وشرفوا به، وهزوا حتى الرايه ديالكم وما قريتيوش بهذا الخير. اللي في المونديال هازين الرايه ديالكم ديال فلسطين وكيدوروا بها في التيران وكيفرحوا بها، واول رايه كيجبدوها، ومع ذلك ما قريتوش بالخير وما بانش هذا الشيء. هذا اكثر واكبر دوله كتعاونكم هي المغرب، دائما هي السباقه ليكم. احنا درنا جهدنا وكثر معاكم، المغرب دار الجهد ديالو كثر وكثر وكثر مع فلسطين. ولكن للاسف اللي بحالك نتايا ما كيقرش فيها الخير. احنا ما كنعمموش على فلسطين كامله. الناس اللي مساكن تما كتحارب وكتقاتل، الله يفك، الله يفرج عليهم. احنا ماشي بحالكم كنجمعوا كل شيء، ماشي حيت انت فلسطيني خايب خبيت انت وبنتك راه صافي حنا كنجمعوا كل شيء. لا، حنا عندنا داك القضيه ديال ماشيش كل شيء بحال. حنا كنحترموا الناس ديال فلسطين اللي كيبغيو المغرب، واللي ما كيبغيش المغرب راه عرفتي شحال ديال التعاليق جاوني. قال لك الناس اللي عاشروا هاد الفلسطينيين وهذا ما كنعممش طبيعه الحال. قال لك راه عرفتي واحد المتكبرين وما كيعرفوش شنو هو الشكر وما فيهمش الصواب، ما مصوابينش ابدا. وفعلا هاد الحتاله هذا هو ولادو متكبرين، ما كيعرفوا شنو هو الشكر ولا كان عليه يخرج. فاش وقع داك المشكل ديال بنتو يخرج عادي كيف ما خرج كاع في هاد الخرجات هادو اللي زبلها، يخرج يقول لكم اخوتي المغاربه بنتي غلطات والله ما كنا غنهضروا معها، صافي عادي. حنا كنعرفوا المغرب كيفاش داير، الشعب المغربي كيفاش داير. راه غير كيعتذر لك شي واحد راه كتكبر فيك، كتجيك قداش كتقول صافي اعتذر، صافي الله يسامح. ولكن هو كيخرج كيقول لك انا ما نعتذرش.
ما نعتذرش. الا كنتي بصح كتبغي المغرب، واخا المغرب تغلط فيك تخرج تعتذر. الا كنتي بصح كتبغي المغرب غتقول لهم شنو بغيتو، يعني بغيتو يا نعتذر، انا نعتذر، انا اصلا كنبغيكم وكان هذا كنعتذر. ولكن انت بينتي انت وولادك وديك الحقيره ديال مراتك بينتو على الحقد ديالكم تجاه المغرب، فحتى حنا مبقيناش باغينكم. ومزيان ملي غادي تخويو، الله يهنيكم ومع السلامه، وناقص واحد ناقص مشكل. فهمتي ولا لا؟ لان لا انت ولا بنتك ولا داك مراتك ما كتشرفوناش تكونوا معانا. المهم هذا هو الفيديو ديالي، نتمنى يعجبكم. الله يجزيكم بخير. هذه شحال ما حطيتش في القناه التفاعل طاح. الله يحفظكم. الى ما شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخر، عاونوني باللايكات، شاركوني الاراء ديالكم في خانه التعليقات، وما تنسونيش من البارطاج فضلا وليس امرا، والاشتراك في القناه. مع السلامه، الى فيديو جاي ان شاء الله.